شايفين شكل الفطير وجماله اهو، ما شاء الله. فطير من جوه طري ومن بره مقرمش اهو زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله. مورق وجميل جدا، طريقة سهلة وبسيطة ما تكلفناش كتير. اهي شايفين التوريقة بتاعته جميلة ازاي، في احلى من كده؟ ما تحدوني بقى قولي مش هتعرفي تعملي الفطير في البيت، وانا قلت لهم لا هعمله، يعني هعمل لكم الفطير المشلتت اهو مورق ازاي وجميل. مع بعض بقى نشوف الطريقة، تعالوا نشوف الطريقة تعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ جايين بقى في فيديو كده جديد مع بعض، نعمل مع بعض الفطير بقى المشلتت بكل سهولة بطريقة سهلة عن الطرق التقليدية اللي احنا عارفينها يعني. طبعا معانا هنا حوالي كيلو من الدقيق، كل كيلو من الدقيق بياخد حوالي 3 كوبايات من المية، 3 معالق من السكر، معلقة من الملح، يبقى كل كيلو من الدقيق عليه حوالي كوبايات من المية. هنزل كده بأول كوباية، نصلي بينا كده على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كده نزلت بحوالي 3 كوبايات من المية، هنزل بمعلقة من الملح. طبعا كل دي بيختلف عن الدقيق التاني، يعني في دقيق بيشرب سوائل، في دقيق ما بيشربش. بس هي الفطير عامة العجينة بتاعته بتبقى ملزقة شوية، يعني فيها نسبة تلزيق كده شوية عشان بتبقى عجينة طرية يعني. كده نزلت بحوالي 3 معالق من السكر. طبعا حابة ان انت تضيفي الكمية، مثلا حابة تعمليها هي فطير اكتر عشان خاطر اسرتك، عادي هتضيفي الكمية زي ما انت عايزة. هنا بقى انزل من كيلو من الدقيق، نحاول ان احنا نجيب دقيق نوعه يكون كويس عشان خاطر بيفرق جدا في الفطير. هنقلبه كده مع بعض لحد بس ما الدقيق كده يتشرب شوية من المية، بعد كده هنعجنه بايدينا بقى زي ما قلتلكوا. العجينة بتبقى ايه ملزقة كده شوية. طبعا بقى مفيش خميرة في الفطير، مفيش لبن، هو دقيق ومية وملح وسكر بس. ان شاء الله الطريقة سهلة وهتعجبكم. كده بقى نعجن بقى كده بايدينا، نعجنها شوية، هتلزق شوية في ايديكي، ما تتضايقيش، هي بس واحدة واحدة هتبص تلاقيها اتلمت، مش هتلزق في ايدك بعد كده. طبعا هعجنها بقى شوية حلوين كده، حوالي بردك بتاع 10 دقايق زي عجينة البيتزا. طبعا الفطير لازم تريحي العجينة بتاعته عشان يورق معاكي ويبقى حلو كده، ما يبقاش اللي هو مكتوم. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. اهو لمت معايا اهي مفيش حاجة خالص اهو في الطبق بتاعنا. اهي لازم يكون فيها المطة البسيطة دي. طبعا لما ترتاح معانا لازم ترتاح معانا حوالي نص ساعة. هنزل حوالي كده ب3 معالق من الزيت. طبعا بقى حابة تستعملي سمنة بلدي، زبدة، الموجود عندك المتوفر عندك اعملي بيه. حابة تحشي الفطير حشوات يبقى عامل زي البيتزا الشرقي، اللي انت عايزاه تعمليه. كده اهو العجينة بقى عجنتها شوية بالزيت، هي اتلمت معانا. بعدين كده رش زيت بقى شوية كده عشان ما يشققش كده معانا ويبقى ناشف. هسيبها بقى تخمر بقى حوالي كده نص ساعة، مش تخمر قصدي ترتاح، بس هي كده كده ما فيهاش خميرة، هترتاح. كده بقى نيجي من الرخامة بتاعتنا نرش عليها كده رشة من الدقيق عشان العجينة بتاعتنا ما تلزقش في الرخامة. طبعا زي ما قلتلكوا هي عجينة طرية جدا فبتلزق شوية، فهنزل رشة من الدقيق كده. العجينة طبعا بتاعتنا كانت خمرت خلاص، كانت ارتاحت شايفين اهي ما شاء الله بتمط معانا ازاي. طبعا كده العجينة ناجحة جدا.
طول ما العجينة كده بتمط معاكي وطرية جدا تبقى هي كده ايه ارتاحت كويس. كل ما ترتاح كويس كل ما هتريحك في الفرد. اهي ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة. واحدة واحدة كده. طبعا الطريقة دي سهلة جدا عن الطريقة التانية. كده وبعد ما فردتها خلاص معايا بقى زبدة. طبعا انا كنت مطلعاها من بدري عشان تبقى ايه ما ولا سايحة ولا تكون هي ماسكة ما تكونش متلجة، يعني نكون مطلعينها من بدري عشان تبقى قوامها كده طري، يعني زبدة طرية. ندهن بقى كده، ما نسيبش حتة ما يكونش فيها زبدة، لازم ندهنها كلها بالزبدة عشان تبقى مورقة معانا كده وجميلة. اهي كده بعد ما دهنتها كلها ما شاء الله العجينة كانت جميلة جدا. هلفها بقى زي رول كده. طبعا حجم الفطيرة بقى زي ما انت عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، دي بقى حسب ايه مقدار اللي انت عايزاه والحجم اللي انت عايزاه. كده اهو لفيناها زي رول. طبعا الحركة دي بتدي توريقة كده بتبقى حلوة في الفطير. هتشوفوا ان شاء الله في اخر الفيديو هيبقى الشكل عامل ازاي. اهو كده بسم الله اهو. طبعا انا حوالي كيلو دقيق طلع معايا 4 فطيرات كده حلوين اهو. شايفين طبعا الطبقات من جوه عاملة ازاي ما شاء الله. لازم بردك الخطوة دي ترتاح معانا كمان حوالي ربع ساعة كده بس في التلاجة بقى عشان الزبدة بتاعتنا تمسك كده ونعرف ان احنا نفردها كويس. يعني احنا كده هنريحها في التلاجة حوالي كده ربع ساعة. طبعا احنا في الساعة فهتجمد على طول يعني مش تاخد وقت. كده هي كانت خلاص ارتاحت معانا اهو. نفردها مع بعض شايفين ما شاء الله بتتفرد معانا ازاي حلو. تفرد معاكي بكل سهولة ان هي واخدة حقها في مرتاحة كويس. طبعا الجو ساقع بقى والزبدة بتاعتنا جمدت فاضطريت ان انا ايه يعني ادفيها كده شوية في الفرن. نحط بقى زبدة تاني كده من هنا. طبعا هي من جوه في زبدة هي كده كده فيها طبقات. نعملها بقى بالشكل ده عشان تطلع بقى معانا شكلها مدور كده وحلو اهو. اهي الخطوة دي طبعا هنسيبها بردك تاني هنجيبها بقى في صينية كده اللي احنا بقى ندخلها في الفرن على طول. ننزل بمعلقة من الزبدة ونحط فيها الفطيرة بتاعتنا ونسيبها بردك ترتاح تاني حوالي ربع ساعة برضو في التلاجة او سيبيها بره شوية. هو كده كده الجو ساقع. هنا بقى عملت معاكم واحدة تاني اهو فردتها برضو. هنزل بشوية من الزيت. لازم تدي للفطير حقه عشان يطلع معاكي حلو اهو. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. اهي تبقى بالشكل ده. هيسيبهم بقى يرتاحوا بقى زي ما قلت لكم ربع ساعة. هنا بقى كانوا يرتاحوا ربع ساعة اللي احنا سيبناهم. بصوا ما شاء الله بتتفرد معايا ازاي. شفت كان حجمها ازاي وبقى كان قد ايه وبقى قد ايه. اهي ما شاء الله. اهي كل ما تسيبيها كل ما هتتفرد معاكي ترتاح معاكي تتفرد معاكي احسن. اهي حطيتها في الصينية بتاعتنا. طبعا انا مسخنة الفرن لازم الفرن يبقى سخن عشان الفطير يقب معانا كده ويبقى حلو ومورق كده لازم تدخليه في فرن سخن. ندهن الوش بقى زبدة. عندك حتة قشطة بقى حابة ان انت تدلعي الفطير حطي على الوش اللي عندك حطيه. عندك الخير كله ان شاء الله اهو ما شاء الله.
هعمل افرد واحدة معاكم تاني اهي تبقى قدامكم. هنزل بس معلقة بالزيت كده على الرخامة بتاعتنا اهي. بس ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة لان هي مرتاحة كويس اهي ما شاء الله. شوفي بقى بتشتريها بكام من بره وانت هتعمليها بكام في البيت، غير النظافة، غير انت واثقة انت عاملاها ازاي. ما شاء الله اهي. بصوا بقى شكل الفسيخ بتاعنا ما شاء الله بعد ما خرج من الفرن وخلص. عملنا طبعا جنبه عسل وطحينة وجبنة بقى قديمة كده. عندك قشطة بقى وعسل ابيض حابة تدلعيهم اهو. ما شاء الله طبعا سخنة ما كنتش عارفة اقطعها اهي. شايفينها بقى مورقة ازاي وجميلة ما شاء الله جميلة جدا. ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنسوناش طبعا في اللايك والاشتراك الجميل بتاعكم عشان يوصلكوا كل جديد اهي ما شاء الله. شايفينها ازاي مورقة معانا وجميلة. شايفين الطبقات اهي. طريقة سهلة وبسيطة جدا ولا فيها اي مجهود خالص اهو. اللي بيحب العسل ياكل عسل، اللي بيحب الجبنة ياكل جبنة. يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك الجميل بتاعكم. مع السلامة.